اختفى منذ 3 سنوات، لكن الأوراق الرسمية قالت متوفى. حادث، هكذا أخبروني. عقد عمل بحري، حريق، لم يسترد أي جثمان، مجرد طابع زمني وصورة كاميرا مراقبة ضبابية وتوقيع في أسفل وثيقة أنهت زواجي دون أن تسألني. في السنة الأولى تصرفت بالطريقة التي يتوقعها الجميع من أرملة: ملابس سوداء، ردود هادئة، اعتذارات عن الدعوات. تعلمت كيف أومئ برأسي دون أن أستمع. كان الناس يتحدثون عنه بصيغة الماضي، بلطف في البداية ثم بقدر أقل من الحذر مع مرور الوقت الذي ينجح في تآكل الذاكرة. ذاكرتي رفضت التعاون. في السنة الثانية تغير شكل الحزن، لم يعد صاخبا، أصبح دقيقا، استقر في مفكرتي. صعت أيام الجمعة غير قابلة للتفاوض. مهما كان أسبوعي مزدحما ومهما شعرت بالإرهاق كنت أذهب. كانت المقبرة أحدث من معظم المقابر، خطوط نظيفة، سجل رقمي عند البوابة، رموز QR على الشواهد للزوار الذين يريدون ذكريات. كرهت هذا الجزء، لكنني أحببت السكون. قبره كان رمزيا، اسمه، تاريخه، وسطر بدا غير مكتمل. كنت أجلس هناك، أضع هاتفي بجانبي وأتحدث. أحيانا كنت ألمس الحجر البارد بشفتي، عادة لم أحللها يوما بعمق. كان ذلك يشعرني بأنني ما زلت مخلصة لشيء حقيقي. ما لم أخبره بأحد هو أنني أبقيت رقمه نشطا، كنت أدفع ثمنه كل شهر، أرسل رسائل لا تسلم، مسودات تتراكم كصلوات غير مرسلة. قلت لنفسي إن الأمر غير مؤذن، طريقة لتفريغ صدري دون أن أثقل كاهل الأحياء. في المنزل بدت حياتي عملية. كنت أعمل في الامتثال الرقمي لدى شركة لوجستية، مفارقة بالنظر إلى أن الأوراق هي التي محت زوجي. الشاشات كانت منطقية بالنسبة لي، الأنظمة تطيع القواعد، البشر لا يفعلون. وفي وقت متأخر من الليل كنت أحيانا أعيد تشغيل آخر بريد صوتي تركه لي، ليس الكلمات بل البيانات الوصفية، الوقت، التوجيه، آثار الضغط. كنت أقول لنفسي إنه فضول مهني، في الحقيقة كان تجنبا. إذا استطعت تحليل الإطار فلن أضطر إلى قبول الصورة. بحلول السنة الثالثة كان شيء ما بداخلي قد لم يلتئم، فقط ترقق، وهنا انكسر النمط. بدأ الأمر بإشعار لا ينبغي أن يوجد. مساء الجمعة بعد عودتي من المقبرة اهتز هاتفي مرة واحدة بلا صوت، مجرد نبضة خفيفة على الطاولة، تنبيه سجل من رقم معنون جهاز غير معروف. في البداية افترضت أنه متعلق بالعمل، لكن عندما فتحته تعثر نفسي. تم رصد محاولة إرسال رسالة، لا مرسل، لا محتوى، مجرد إدخال في السجل مختم زمنيا خلال الدقائق نفسها التي كنت فيها عند القبر. ضحكت بصوت عال، صوت هش، على الأرجح خلل، قلت لنفسي. الشرائح القديمة تفعل أشياء غريبة، الشبكات تعيد تدوير الأشباح طوال الوقت. ومع ذلك التقطت لقطة شاشة، عادة. في الجمعة التالية حدث الأمر مرة أخرى، الإطار الزمني نفسه، الصياغة نفسها. هذه المرة كان هناك رمز مرفق، باهت، غير قابل للوصول. عندما تحققت من سجلات النظام عبر تطبيق تشخيصي أثق به، لم يكن المصدر منطقيا، لم يكن محليا، لم يكن دوليا، كان داخليا. تلك الليلة لم أنم. فتحت ملفات قديمة كنت أرشفتها عندما انتهى الاحتقاق، تقارير الحادث، مراسلات التأمين، صورة كاميرا المراقبة. كبرت حتى تكسرت البكسلات. شيء ما في زاوية الظل أزعجني الآن، شيء لم ألتحط به من قبل لأن أحدا لم يطلب مني النظر بهذه الدقة. في الجمعة الثالثة وصلت مبكرا. بوابات المقبرة تسجل الدخول رقميا، ميزة كنت أتجاهلها دائما. هذه المرة فحصت شاشة الوصول العامة، ظهر اسمي مختوما زمنيا، تحته إدخال آخر بلا اسم، فقط معرف جهاز. شعرت بأنني مراقبة بالطريقة التي تشعر بها حين تدرك أن الغرفة كانت تستمع منذ الوقت الأطول مما ظننت. تلك الليلة تلقيت رسالة ذات محتوى: ما زلت يوم الجمعة، كلمتان، لا شيء غيرهما. أسقطت الهاتف، ارتجفت يداي كما لو أنهما يتذكران شيئا يرفض عقلي معالجته. أردت الاتصال بالشرطة، أردت رمي الهاتف بعيدا. بدلا من ذلك فعلت ما أفعله دائما حين يهدد الذعر بأن يصبح حقيقيا. حققت. تطابق معرف الجهاز مع طراز مهمل، واحد كان زوجي يستخدمه للعمل، وحدة آمنة بتوجيه مشفر يفترض أنها دمرت في الحادث. تحققت من سجلات الشركة المشغلة، غير نشط، غير قابل للوصول، ومع ذلك كان شيء ما يرن على الشبكة مرة في الأسبوع، متزامنا بدقة مع زياراتي. لم أخبر أحدا، لا زملائي، لا عائلتي. بدا الكتمان أكثر أمانا من السخرية. بدأت أترك هاتفي مقلوبا لأعلى على القبر، متظاهرة أنني لا أنتظر أن يتحرك. بحلول الجمعة الخامسة جاءت الرسالة أبكر: لا تتوقفي. حينها انتقل الذنب الغرفة. تجاوزت خطا في اللحظة التي رددت فيها. لم أكتب الكثير، كلمة واحدة فقط: لماذا؟ جاء الرد فورا كأنه كان ينتظر، أصبع يحوم حول زر إرسال في مكان لا أستطيع رؤيته. لأنك أبقيتني هنا.
اغتوصت رؤيتي. جلست على مقعد المقبرة والهاتف يتوهج بسطوع مفرط في ظل الظهيرة. من حولي كان زوار آخرون يتحركون بهدوء، غير مدركين أن فهمي الكلي للفقد كان يتشقق. وقفت بسرعة زائدة. مالت الأرض. أتذكر أنني فكرت كم هو عبثي أن يكون للموتى توقيت أفضل من الأحياء. تلك الليلة دخلت أنظمة لم يكن ينبغي أن أستخدمها خارج العمل. بيانات شحن قديمة، إشارات أقمار صناعية مؤرشفة ومنسية. لم أكن أخترق، كنت أعيد وصل نقاط صنفت تحت مغلق. ما وجدته ليس دليل العيش، بل دليل الغياب. إشارة معادة توجيهها، فراغ بيانات متعمد. كان هناك من محى ممرا لا شخصا. كان الغياب كاملا بما فيه الكفاية ليصبح بمثابة توقيع، كأن من محى الأثار ترك رسالة ضمنية: نحن هنا. في 17:17 صباحا رن هاتفي بلا معرف متصل. لم أجب. وصل البريد الصوتي بعد ثوان، بلا كلمات، مجرد تنفس مألوف بطريقة جعلت صدري يؤلمني. عرفت حينها أن أيا كان هذا لم يكن حادثا، وأنني إن أردت إجابات فسأضطر إلى التوقف عن التظاهر بأنني أرملة وأبدأ في التصرف كشاهد. تغيرت نبرة الرسائل بعد ذلك، أقل شعرية، أكثر دقة. الجمعة، المكان نفسه، لا تحضر أحدا. لم أرد ولكن أطعت. هذه المرة ومضت أضواء المقبرة، صيانة على الأرجح، ومع ذلك كان قلبي يتبع كل ظل. وضعت هاتفي على الشاهد كقربان. ظهر ملف جديد على شاشتي، تنزيل أوتوماتيكي مشفر. تعرفت على الصيغة فورا، مخصصة بمستوى عسكري. تحركت يداي دون أن تطلب الإذن. في الداخل كان فيديو، ليس له، لي. لقطات محببة من الأعلى. المقبرة، أيام الجمعة. روتيني مرسوم بطوابع زمنية وزوايا. كان أحدهم يدرس حزني كجدول. ثم فيديو ثان، مستودع، حاويات شحن، شعار مألوف على سترة تتحرك عبر الإطار. سقط معدتي. لم يمت، لقد دفن. رقميا، هويته مجزأة، وجوده مختزل إلى لوجستيات. كان الحادث غطاء نظيفا وفعالا، ومنحت قبرا أزوره لكي لا أطرح الأسئلة الخاطئة. وصلت رسالة أخرى: لم أستطع الوصول إليك من قبل. كانوا يراقبون كل شيء إلا هذا. مرفق بث حي لكاميرا مراقبة، دقة منخفضة. ممر، رجل يقف خارج الإطار مباشرة. اهتز هاته مرة أخرى. لست كما كنت. كانت تلك المفاجأة التي آلمت أكثر. أدركت حينها أن الرجل الذي يتواصل معي لم يكن يمد يده طلبا للإنقاذ. كان يتحقق من التوافق، يختبر الولاء، يقيس ما إذا كانت المرأة التي قبلت قبرا كل جمعة ما زالت قابلة للتنبؤ بما فيه الكفاية ليوثق بها. تلعثمت الشاشة. لثانية ظهر وجهه، جزئيا، مشوها، عينان في الظلام، بما فيه الكفاية لتأكيد ما كان قلبي يعرفه، وبما فيه الكفاية ليخيفني مما فعله الصمود. كان عليك أن تمضي قدما، قالت الرسالة. ابتلعت ريقي صعبا. حاولت، كتبت. كان ذلك الجواب الخاطئ. لم يحدث الاشتباك في المقبرة. كان ذلك سيكون رمزيا جدا، مكشوفا جدا. حدث عبر الشاشات. أضاء حاسوبي المحمول دون تدخل مني. فعلت الكاميرات، فتحت الملفات من تلقاء نفسها. ملأ الغرفة صوت، ليس صوته، بل مرشح. حافظت على الطقس، ذلك أبقى الإشارة حية. فهمت الآن. أيام الجمعة، الهاتف، الثبات. لم أكن أحزن فقط، كنت أثبت عقدة. ظهر على الشاشة مرة أخرى، أوضح هذه المرة، أكبر سنا، أحد. الرجل الذي أحببته والرجل أمامي لم يتطابق